السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله في الفيديو ده بقى نكمل الجزئية التانية بتاعة الموقع بتاعنا اللي هي الجزئية دي. إن شاء الله هنعملها واحدة واحدة وبالتفصيل بإذن الله. طيب في إيه في الجزئية دي؟ قال لي في ديف، ده عبارة عن ديف كبير طبعا. جوه الديف ده في ديفين، ديف فيه الهيدنج والباراجراف والبوتون بتاعي، وديف في الجزئيه دي. طيب ايه الجزئيه الجافا سكريبت اللي احنا عايزين نعملها هنا؟ قال لي مثلا الجزئيه دي هتكون ايه؟ مكانها فاضي. احنا هنعمل كده، الجزئيه دي هتكون مختفيه. لما اجي ادوس على الزرار ده، ادوس عليه اون كليك يظهر لي الجزئيه دي، وادوس عليه تاني او ادوس عليه دبل كليك عشان نتعلم الايفنت يظهر لي الجزئيه دي. طيب تمام، نعمل الجزئيه دي كده ازاي بالجافا سكريبت واحده واحده وبالتفصيل باذن الله. طيب هنيجي اول حاجه هنعمل الديف بتاعنا. ادي ديف، هنبدا الجزئيه الثانيه. الديف مثلا هسميه كلاس، اي كلاس مثلا ناخدها من هنا مثلا من الماجن دي مثلا، مفيش اي مشكله. وبعد ما نعمل الكلاس جواه طبعا ما ننساش اهم حاجه كلاس الايه؟ الكونتينر، عشان يوصل لي الجزئيه اللي انا عايزها تكون الموقع يكون في نفس السياق. طيب جوه الكونتينر هيكون فيه ديف مثلا هسميه اول حاجه كلاس مثلا ليرن دي مثلا، اللي هي جزئيه الليرن. جوه الليرن دي هيكون في حاجتين، في عشان نظبط بس الجزئيه بتاعتنا، في هيدنج وفي باراجراف وفي بوتون بتاعي. في هيدنج هسميه مثلا H2، وفي هاخدها كوبي بيست اهو كوبي، وفي باراجراف هاخده برضو كوبي بيست في باراجراف، وفي بوتون عادي جدا برضو هنعمله ببساطة بإذن الله. ادي الباراجراف بتاعي، وفي بوتون تاني اسمه ليرن مور، ليرن مثلا مور. تمام جدا. طيب كده ظبطنا الجزئية بتاعت اللي هي تمام جدا. نيجي بقى نظبطها بالايه السي اس اس ان شاء الله. بس نعمل الجزئية دي كمان، هنعمل ديف تاني. ادي ديف الليرن، في ديف كمان اللي هو هسميه مثلا ديف كلاس، ناخد اي جزئيه من هنا ابسون مثلا، ونعمل جواه في مثلا 5 باراجراف. باراجراف اولاني جوه الباراجراف في اللي هي العلامه دي، ممكن مثلا دي الفونت اوسن طبعا اللي هي انا عامل لها انكلود هنا. ممكن مثلا نجيب اي حاجه شبيهه، اقول له الاي الكلاس اسمه مثلا اف اي داش مثلا ارو رايت مثلا، حاجه شبيهه او ممكن تكون مختلفه شويه مفيهاش اي مشكله. والاف اي داش 2 اكس دي معناها السايز بتاعها. هنيجي نعمل ريفرش ونشوف الشكل تمام مفيش مشكله. ممكن نخليها اف اي بس ال جي اللارج بتاعنا. تمام دي كويسه. وطبعا الشكل ده هناخد الكلام ده كوبي مش اكتر، ونكرر الجزئيه دي كذا مره، هنعملها 5 مرات. تمام، وناخد بس الكلام ده كل مره كوبي عشان يبقى يطلع الشكل اللي عندنا بالظبط ان شاء الله. تمام، واخر 2 وهنظبط الجزئيه دي بالسي اس اس. طيب تمام اهو اخر حاجه، ونشوف الشكل بتاعنا ريفرش. تمام جدا. طيب نظبط بقى الجزئيه دي، احنا عملناها الاستراكشر ال HTML، نظبط بقى السي اس اس واحده واحده. هاجي الجزئيه مثلا هعمل مثلا اقول الجزئيه دي اسمها ماجنال اللي انا مديها للكلاس بتاعي او انا مسميها ايه. تمام، هنيجي بقى اول جزئيه مثلا الماجنه دي، هقول له ان الويدث بتاعك يكون الويدث بتاعك يكون 100%، والهاي 100%، والارتفاع بتاعك مثلا تكون 350 بكسل برضو. والباك جراوند، في باك جراوند معينه هنا؟ لا مفيش اي باك جراوند، في بس بوردر اللي هو الجزئيه دي. فانا اقول له البوردر بوتون بتاعك بوردر بوتون اللي هي مثلا 1 بكسل سوليد اللون اللي هو دي، وهسيف واعمل ريفرش. تمام، هو ممكن ما يكونش ظاهر، هنخليها مثلا 2 بكسل ريفرش. طيب تمام، ممكن ندي هاي للبادي بتاعنا عشان نشوف بيحصل ولا. ندي 2000 بكسل مثلا وريفرش. تمام، ادي الجزئيه البوتون بتاعتي البوردر بوتون. طيب
هنيجي بقى نظبط الجزئيات دي واحده واحده. هنلاقي اول جزئيه طبعا واخده نفس الكلام 50%، ودي واخده برده 50%. هنظبط الجزئيه دي الاول. هنيجي طبعا اللي هي جزئيه الليرن اللي جوه الماجنه دي. جزئيه الليرن انا هديله الويدث يكون مثلا 40%، وال هعمل ريفرش كده، ما سيفتش، هعمل ريفرش تمام جدا. وطبعا الفلوت ليفت عشان يجي الجزئيه الثانيه جنبيها بالشكل ده تمام. بعد كده نيجي نظبط جزئيه الايه الاتش الهيدنج طبعا اللي هو ده الاتش 2. هنيجي نظبط الاتش 2، اقول له مثلا ان الفونت مثلا فاميلي بتاعتك نخليها برضو تهومه، واعمل ريفرش تمام. وهخلي مثلا ممكن نخلي تحتها خط مثلا مفيش اي مشكله، او الكلر بتاعه يكون لون زي اللون الدي دي دي، واعمل ريفرش. لا طبعا هخليها مثلا 777 تمام. ممكن اخلي تحتها خط عادي جدا، اخليها التكست ديكوريشن اندرلاين واعمل ريفرش تمام جدا. طيب نيجي بقى على جزئيه الباراجراف. هاجي على جزئيه الباراجراف، اقول هنا بدل H2 انا عايز الباراجراف، واخلي فيه مثلا اللاين هايت الارتفاع بين السطور 1 و5 1.5 تمام. وهخلي برضو الفونت فاميلي تهومه، ممكن بعد كده نوحد الفونت فاميلي البادي كله. والكالر بتاعي نفس برضو الكالر بتاع، خليها مثلا 888 الكالر 888 ريفرش تمام جدا. هنيجي بقى في هنا برضو في نفس الكلام بوردر، بس بوردر معمول للليرن، هنخلي دي 45 كده تمام. ونعمل بوردر رايت، نعمل بوردر رايت كده 2 بكسل سوليد اللون برضو الدي دي دي وريفرش تمام. هنيجي طبعا نظبط الجزئيه دي عن طريق المارجن ليفت، مفيش اي مشكله. طبعا هنا حاسس انها متوسطنه، فممكن على طول ندي الماجنتا دي البادنج توب عشان ينزل كله مره واحده 50 بكسل مثلا وريفرش تمام جدا. هاجي بقى اظبط الجزئيه، او لسه نظبط الزرار. هنيجي هنا برضو في الليرن، هنيجي نظبط الزرار اللي هو البوتوم بتاعنا. اقول له بوردر مش عايز الباك جراوند كلر بتاعتك اللي هي اللون مثلا مفيش برضو باك جراوند نخليها ابيض. عايز بس بوردر 1 بكسل سوليد اللون برضو اللي هو دي دي دي، واعمل ريفرش تمام جدا. هعمل طبعا بادنج واديله بوردر راديوس، بادنج 15 بكسل وبوردر راديوس مثلا 30 بكسل، واعمل ريفرش تمام جدا. نقدر نديله ويتس، اقول له الويتس بتاعك يكون 200 بكسل زي ما عملنا في الزرار اللي فات 200 بكسل وريفرش تمام جدا. نخلي بقى الكلام باللون هنا برضو حاسه نفس اللون، الكالر برضو يكون الدي دي دي، والتكست ترانسفورم نفس الحروف كلها تكون ابر كيس زي ما ظاهر عندي كده بالظبط، كله ابر كيس تمام. ريفرش تمام جدا. طبعا اللون مش واضح، هخليها 888 وريفرش تمام جدا. ممكن بقى اخلي الكاروزر بتاعي بينتر، الكاروزر شكل الماوس يكون بينتر وريفرش تمام جدا. نيجي بقى نظبط الجزئيه دي. ممكن بس نزود اللاين هايت ده نخليه 1.9 عشان الحروف تبعد عن بعض كده بشكل افضل. طيب تمام. نيجي بقى نظبط الجزئيه دي اللي انا مديها كلاس اسمه الابسوم ده تمام. اقول له بس نفس الكلام الفلوت ليفت والويتس بتاعها، اقول له الابسوم دي الفلوت ليفت وال نشوف كده فلوت ليفت تمام. واخليها مثلا الويتس بتاعها نفس الكلام، الويتس خليها 40% مفيش مشكله. عايز بقى اعمل مارجن ليفت 2% مثلا وريفرش تمام جدا. هنيجي للباراجراف اللي جوه ابسوم. اول حاجه عايزين نبعدهم عن بعض، فاقول له اللاين هايت بتاعي مثلا 2.5، لا طبعا اخليها 2.1 او 2 بس، نجرب بس 2 وريفرش تمام جدا. عايز ابعد الزرار ده او الايكون دي عن الكلام ده عن طريق طبعا هاجي على الابسوم
ابسوم اي واقول له البادنج رايت، يعني اهو مش هنا اول حاجه الاي، هقول له البادنج رايت عشان يبعد عن الباراجراف بتاعي. اقول له بادنج رايت مثلا اللي هي 2 بكسل ونشوف ريفريش. تمام جدا، هنخليها برضو 10. تمام. عايزين الكلر بتاع اللون ده اللي هو اللون الموحد بتاع الصفحه بتاعتنا، اللي هو هنجيبه من فوق مثلا، اللي انا كنت مديه اهو اللون بتاعي. تمام جدا، هديه نفس اللون هنا وريفريش. تمام جدا. ممكن نتحكم في الفونت سايز بتاع البي. هنيجي للبي كده نقول له الفونت فاميلي مثلا الاول تهومه، خليه فونت ويت، هخليه مثلا فونت ويت بولد، فونت ويت بولد. تمام جدا. ممكن نتحكم في اللون، ادي الكالر بتاعي يكون اللون اللي هو 666 ريفريش. تمام جدا. نفس الشكل اللي قدامي. تمام مظبوط. ممكن نبعد شويه مارجن ليفت، نخلي المارجن ليفت هنا خليها 5% عشان يبعد كده، ونزود برضو البادنج ليفت او البادنج رايت دي نخليها 25. تمام جدا. هنيجي بقى نعمل الجزئيه بتاعتنا اللي انا قلتها انها لما اجي ادوس على ليرن مور الجزئيه دي تظهر، لكن هي تكون الاول مختفيه. طيب ازاي؟ هنيجي طبعا ندي الابسوم دي الفيزيبيليتي بتاعتها، الفيزيبيليتي الرؤيه بتاعتها هيدن عشان تكون مخفيه. لما اجي ادوس اون كليك على الزرار هنا، طبعا انا مش عايز الاوت لاين دي الاول، اقول له الزرار بتاعي هنا كده، اقول له الاوت لاين بتاعك 0 عشان ما تظهرش الجزئيه دي. دوس عادي جدا. لما ادوس عليها تظهر الجزئيه دي، ادوس عليها دبل كليك تختفي. طيب ازاي بقى؟ هنعملها واحده واحده بالظبط هنا بالجافا سكريبت. كل حاجه هتتم على البوتون، فهديله اي دي مثلا، اقول له ده بوتون 2 مثلا، الثاني كان بوتون 1. طيب او اون كليك مثلا عشان نعرفها، او كليك مثلا. تمام جدا. هاجي بقى بالستايل او قصدي بالجافا سكريبت طبعا يحصل كل حاجه. ازاي؟ هعمل فانكشن طبعا، اقول فانكشن مثلا الفيزيبل مثلا او شو، وهاجي اقول انا عايز اوصل للدوكيمنت دوت جيت اليمنت باي اي دي اللي هي ايه؟ البوتون 2. هنا طبعا ده بوتون 1 مثلا، ونسمي ده بوتون 2 دوت ستايل دوت ايه بقى؟ الفيزيبيليتي بتاعتي. انا عايز اتحكم في الفيزيبيليتي، هخليها ايه؟ هخليها فيزيبل يعني تظهر. طيب امتى تظهر؟ لما ادوس كليك. ازاي بقى اشغل الفانكشن دي؟ هاجي على البوتون بتاعي اقول لما اجي ادوس اون كليك، اون كليك بيساوي طبعا هنا البتاع اسمها كليك مش بوتون 2، هنا اسمها كليك. تمام. لما اجي ادوس اون كليك يحصل ايه؟ يحصل الفانكشن اللي اسمها ايه؟ اللي اسمها شو. ناديت على الفانكشن اللي اسمها شو، والفانكشن هنا متسميه شو. تمام جدا بس كابيتال. وهاجي هنا تمام جدا واعمل ريفريش. هاجي ادوس على ليرن مور، دوست على ليرن مور في مشكله، الاون كليك يحصل للشو دي. ولما اجي اعمل الشو هنا دوكيمنت دي ستايل فيزيبل، هو كده تمام جدا. هعمل ريفريش، هدوس على الليرن، مفيش مشكله. ممكن نتحكم فيها عن طريق الماوس موف. اقول مثلا اون، جرب كده اون ماوس موف، وهعمل ريفريش، هدوس على الماوس موف برضو في مشكله. طيب احنا ممكن نعمل ايه؟ ممكن نعمل ال اون ماوس موف. ثانيه واحده، هو ايه اللي يظهر؟ يعني هنا ايه اللي يظهر؟ المفروض اخد الديف ده، يعني اقول الاي دي ده هو اللي يظهر، يعني اخلي ده طبعا الكليك دي هي تكون هنا. يعني انا بقول لما اجي ادوس على اون كليك على الفانكشن الشو، يروح لفانكشن الشو يعمل ايه؟ يجيب الاليمنت اللي اسمه كليك اللي هو حاليا معمول له اللي هو معمول له اصلا فيزيبيليتي هيدن بالسي اس اس. يعمل ايه عليه؟ يعمل الفيزيبيليتي بتاعته فيزيبل. بس كده. هعمل ريفريش وادوس هنا، عمل لي ايه؟ الفيزيبل بتاعتي. تمام جدا. عايز بقى لما اجي ادوس عليه مرتين يشيل الفيزيبيليتي دي. اعمل مثلا فانكشن بس اخليها ايه؟ هيدن بقى، اخليها مثلا هايد مثلا. يحصل ايه؟ يحصل بس خليها الفيزيبيليتي هيدن. بس امتى؟ لما ادوس دبل كليك. لما ادوس دبل كليك هنا كده، اقول اون دبل كليك
يحصل ايه؟ يحصل الفانكشن اللي اسمها هايد، واعمل ريفرش، هدوس بس كليكايه فيظهر، ادوس دبل كليك يختفي، ادوس كليكايه يظهر، ادوس دبل كليك يختفي. يبقى الفكره تاني احنا كنا اصلا شغالين غلط، ان انا في نفس يعني منادي الاي دي في نفس الفانكشن، يعني انا بدور على دي اللي هو اصلا البوتون، لا طبعا انا عايز اجيب الاي دي اللي هو الجزئيه دي اصلا. الجزئيه دي هي مخفيه بالسي اس اس، اظهرها ازاي؟ اديها اي دي واتحكم فيها في الجافا سكريبت. وصلت لايه اهو؟ للشو. انا بقول له هات من الدوكيمنت جيت دي الجزئيه اللي مديها ايه؟ اي دي اسمه كليك، يعمل ايه؟ الفيزيبيليتي بتاعتها فيزيبل امتى؟ لما ادوس كليك. طب لما ادوس دبل كليك يعمل ايه؟ يعمل الفيزيبيليتي بتاعتي هي. اعمل ريفرش، ادوس اللير يظهر مره واحده، ادوس دبل كليك اهو يخفيها. تمام جدا. اتمنى يكون الدرس واضح هو واللي فات، اتمنى يكون عجبوكم وجزاكم الله خيرا. والسلام